هل تعلم عزيزي المشاهد مين هذا الشبيح يلي بالصورة؟ هذا الشبيح القاضي أحمد حسكل يلي كان سبب باعتقال الثائر الحر عبيدة طحان يوم أمس بحلب. ما رح نحكي كثير بالقصة، كلياتنا بنعرف حيثياتها وشو صار وتفاصيلها، ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه هلأ، لأيمت رح يبقوا هدول الشبيحة موجودين بيناتنا وتحديداً بالأماكن الحساسة بدون أي محاسبة؟ هل من المعقول شبيح مثل أحمد حسكل اللي كان مختص بقضايا تحقيق الإرهاب المسلح أيام نظام الأسد البائد يعتقل ثائر حر مثل عبيدة طحان بكل قذارة وظلم وعربدة؟ أيمت راح يبدأ محاسبة الشبيحة والمجرمين على جرائمهم بحق الشعب السوري على مر السنوات الماضية وبالقانون، مثل ما تم اعتقال الأخ عبيدة وبالقانون على أساس؟ رسالة محب للدولة السورية: لا تخسروا حصون هاي الدولة ولا تدمروا عواميدها، لأنه اليوم كل ثائر حر هو عمود من أعمدة الدولة. أما الشبيحة والمجرمين وعبيد الأسد يجب محاسبتهم على ما ارتكبوه بحق الثورة وأهل الثورة، وأول خطوة بهذا الاتجاه هو إبعادهم عن الضوء الإعلامي، مو مثل ما عم نشوف اليوم للأسف تصديرهم بالمناسبات العامة. وبالختام، اليوم التعليقات للأسف ما راح تكون مفتوحة، بدنا خطوات واقعية جدية للنهوض وبناء الدولة السورية الجديدة، وأول خطوات البناء الدفع باتجاه محاسبة الشبيحة والمجرمين وعبيد الأسد، وبعدها يا مرحبا بسوريا الحرة الجديدة. سلام.